من الواضح كده ان الكورة في مصر ما بقتش بتدار بالكفاءة والشغل والجد، بقت بتدار بالكوسة والمحسوبية والوسط. اتكلم النهاردة عن اسم انطلق بسرعة الصاروخ من الصفر لأعلى المراتب في أقل فترة ممكنة. ازاي؟ ده اللي هقول لكم عليه، خليكم معايا وهنعرف أهم التفاصيل. قبل ما نتكلم على الفيديو بتاع النهاردة أو عن شخصية النهاردة، في الأول كده عايزين نشوف مع بعض فيديو ونرجع نتكلم. بس بقولك وبفكرك، الفيديو اللي هوريهولك ملوش علاقة بموضوعنا الأساسي، بس حبيت أوريلكوا الفيديو ده. الحاجه اللي الناس مش فاهمها، المعادله اللي انت مش واخدها بالها، ان انت خليت اللي هو فيه اللهم اجعل الصعب سهل وشئت فعل السهل اي يعني الصعب يبقى سهل. تمام. زي ما حضراتكم شفتوا كده، كابتن إبراهيم حسن بيقول إيه؟ يعني أنا حابب بس أوجه له رسالة معينة: خليك على طبيعتك وأنت بتتكلم، الكلام هيوصل للقلب بسرعة. بس ما تحاولش ان انت تاخد سكة مش بتاعتك او تقول كلام مش بتاعك. كلام انت مش عارفه يبقى ما تقولهوش. نروح بقى لموضوعنا، موضوعنا الاساسي. يعني بصراحة من كام يوم كده سمعت خبر اتصدمت، والحقيقة قبل ما اتكلم عنه، لاني اول مرة اسمع الاسم، كان لازم ادور واعرف ايه الحكاية بالتفاصيل. موضوع الفيديو النهاردة عن محمد أحمد شوبير، بالظبط كده ابن النجم الإعلامي ونجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا أحمد شوبير. كده للنهاية ونرجع للأحداث من الأول عشان تبقى معايا في الصورة وفاهم الدنيا فيها إيه. من كام يوم تم الإعلان إن محمد أحمد شوبير بيتولى منصب في الجهاز الفني لمنتخب 2007. حقيقة لما سمعت الاسم قعدت أسأل وأدور مين محمد أحمد شوبير. أنا أول مرة أسمع الاسم ده. ما تستغربش، بكلمك بكل أمانة، أنا طول عمري أعرف إن أحمد شوبير عنده مصطفى اللي بيلعب في النادي الأهلي وبس. ما أعرفش مين هو محمد شوبير، بس كان لازم قبل ما أتكلم أعرف في الأول مين هو محمد أحمد شوبير. تعالوا نرجع كده ونشوف ليه تم اختيار محمد أحمد شوبير في الجهاز الفني بتاع رضا شيتوس منتخب 2007. ليه؟ وإيه كفاءات محمد شوبير عشان يروح يتولى مهمة زي مهمة المنتخب؟ على فكرة محمد أحمد شوبير عنده 27 سنة، مواليد 1998. انضم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي من سنة 2010 لسنة 2015، وبعد كده غادر النادي الأهلي لعدم اقتناع النادي الأهلي بيه، فكان لازم يشوف له بيعة. وانضم لنادي وادي دجلة في سنة 2016 وفشل ان هو يصعد معاهم للفريق الأول. بعد كده راح في 2017 لنادي إنبي، برضه فشل مع نادي إنبي ان هو يصعد للفريق الأول. وبعد كده وتحديدا في 2019 انضم لنادي النصر القاهري، برضه ولا حياة لمن تنادي. مفيش حاجة اسمها محمد أحمد شوبير، خلاص سنه كبر وفشل ان هو يصعد لأي فريق أول لكرة القدم. قال لك طالما الموضوع مش جايب همه، أنا أسيب لعب الكورة بس خليني برضه في نفس المجال واروح لمجال التدريب. وبالفعل في 2021 بينضم للجهاز الفني لفريق الكورة للناشئين في نادي زد، بس بعد سنة بيسيب نادي زد وبيروح تاني لنادي سيراميكا كليوباترا، برضه بيعمل في نادي سيراميكا كليوباترا كمدرب مساعد. وبعد كل الإنجازات اللي قلت لكم عليها دي في تاريخ محمد أحمد شوبير، بنتفاجأ في 2025 بالإعلان عن محمد أحمد شوبير بانضمامه للجهاز الفني لمنتخب مصر 2007 تحت قيادة رضا شيتوس. مش بقولك هل إنجازاته خلال ال10 سنين دول هي اللي وصلته إن هو يكون في الجهاز الفني لمنتخب مصر الناشئين، ولا الموضوع ماشي إزاي؟ يا ريت تقول لنا رأيك وتعرفنا كمشجع اللي حصل ده صح ولا أنت وجهة نظرك حاجة تانية. يا ريت نعرف، لأن منتخب الناشئين بيكون دايما هو الأساس، هو اللي بيطلع لك مواهب ونجوم تستفاد بيهم
في المنتخب الكبير.